عايزة تعملي حاجة حلوة ومش مكلفة؟ تعالوا بينا النهاردة بكيلو حليب وشوية فواكه من عندك كده نعمل أجمل رز بلبن بالفواكه. حاجة كده في منتهى الجمال، بنروح نجيبه من المحلات بسعر غالي، لا تعالوا بينا بقى نعمله في البيت بنظافة كده وتوفير وطعمه حكاية. كمان اتبقى معانا كده شوية فواكه وشوية مانجا، عملنا منهم أحلى كوكتيل، حاجة كده اللهم بارك طعمه سكر. بس أهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش كده تصلي على الحبيب المصطفى وتذكري الله، تعملي لنا لايك حلو منك كده للفيديو، تعملي متابعه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها. اول حاجه كده معايا كوبايه من الرز، حطيت عليها كوبايتين ونص من الميه وهنرفعهم على النار علشان احنا عايزينهم يستووا خالص، بيبقى الرز معاكي ناعم خالص كده وجميل، علشان احنا عايزين الرز بيدوب كده في البق، مش عايزينه يكون ناشف ومحصي. رفعتهم كده على النار زي ما انتوا شايفين كده، وتعالوا بينا بقى على ما الرز يكون اتشرب الميه بتاعته واستوى نحضر احنا الحليب، نحط عليه كده النشا والسكر والفانيليا. جبت كده كيلو من الحليب ومعايا 3 معالق كبار من النشا و4 معالق كبار كده من السكر، بس للامانه انا ضفت سكر تاني، حسيت ان السكر كده مش مظبوط فضفت كمان معلقتين من السكر، حطيت حوالي 6 معالق كده من السكر، وحطيت كمان نص معلقه صغيره من الفانيليا البودر. عايزه تحط فانيليا سايله براحتك خالص، الاتنين بيدوا نفس النتيجه. حطينا بقى النشا وحطينا السكر والفانيليا واديناهم تقليبه كده على البارد، طبعا النشا ما تنفعش تتحط واللبن سخن خالص. واول ما الرز استوى كده واتشرب الميه بتاعته نزلنا عليه كده بالحليب، اللهم بارك. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ هنديلهم كده تقليبه مع بعضهم وهنهدي عليه النار بقى، يعني تكون النار متوسطه كده، لان لو النار عاليه هتلاقي الرز اتحرق معاكي كده في الارضيه ومش هيبقى حلو خالص. احنا عايزين الحاجه تستوي براحتها كده وتبقى ايه دايبه كده زي اللي احنا بنجيبها من المحلات. ادينا للكلام الجميل ده كده تقليبه كله مع بعضه. شايفين اللهم بارك؟ اول اساسا ما طال النار كده بدا ان هو يربط معانا بالشكل ده. معانا بقى هنا التكايه اللي بتخلي الطعم جميل قوي، وهي معلقتين كده من القشطه. القشطه بقى اللي بتشيليها من على وش الحليب كده تاخديها بقى تحطيها كده، تحطي معلقتين منها كده. عندك كريم جانتيه وعايزه تحطي برده بتبقى اضافه جميله قوي وبتخلي الطعم جميل. بس الطريقه دي الطريقه التقليديه بتاعتنا خالص، اللي هي الرز بلبن على اصوله من غير اي اضافات زياده. بتحبي انت بقى اي اضافات زياده تقدري تحطيها، لكن ده الرز بلبن على اصوله بتاع جدتنا كده زمان، اللي هي رز ولبن وسكر ونشا وفانيليا ومعلقتين كده من القشطه، وبنسيبهم بقى على النار كده حوالي ربع ساعه على نار متوسطه لحد ما بيبقى معانا بالشكل ده، وكل شويه بنقلب فيه كده وبنسيبه بقى قوامه سايل كده شويه، اللي هو قوامه كريمي، لان لو سبتيه نشف كده خالص هتلاقيه لو قعد معاكي كده ساعتين 3 في التلاجة او يوم او اكتر هتلاقيه نشف كده وما بقاش حلو خالص. فلازم يبقى معانا كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وشايفين الرزايه دايبه كده ومستويه وحاجه كده في منتهى الجمال. بنديله كده تقليبه وبنبدا بقى ان احنا نصب كده في الاطباق بتاعتنا، الاطباق بقى اللي انت عايزاها. انا فضيته في الاطباق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتفضي بالكميه اللي انت عايزاها، الكميه اللي اولادك بياكلوها تقدري ان انت تحطيها. اللهم بارك الكميه عملت معايا 10 اطباق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والطبق كده مليان وحاجه كده في منتهى الجمال. هنغطي بقى الكلام الجميل ده كله كده، هجيب بقى كيس من بتاع التلاجة كده وهقطعه كده على قد الاطباق وهغطيه كده واحطه في التلاجة، لان بامانه ما بحبش احط اي حاجه كده مكشوفه في التلاجة، لانها في السقعه بالذات بتنشف كده وما بتبقاش حلوه خالص، وبتلاقي الرز بلبن شقق كده والقوام بتاعه ما عادش كريمي. فتخطيطه دي بتحافظ على القوام بتاعه، كمان الوش بتاعه بيفضل محافظ على الكريمه بتاعته كده وما بيشققش منك خالص. غطيناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهندخله التلاجة. انا دخلته ليله كامله، طبعا لو انت مستعجله عليه تقدري تشتغلي فيه كده بعد ساعتين او 3 براحتك خالص، هيديكي نفس النتيجه. اللهم بارك كده زي ما انتوا شايفين دخلناه التلاجة، بيطلع من التلاجة كده متماسك وجميل وطعمه في منتهى الجمال. شايفين بقى شكله بيبقى عامل ازاي كده لما تيجي تحط عليه الفواكه وتحط عليه المانجا ما يبقاش سايل كده وتلاقي الحاجه كلها نزلت على بعضها، لا احنا عايزين الفواكه كده تفضل محتفظه كده بالشكل بتاعها فوق، كمان الرز باللبن يكون قوامه من تحت كده كريمي كده وجميل ومتماسك. جبت انا هنا بقى جبت موز وجبت فراوله، وهبدا ان انا اقطعهم كده شرايح كده او لمكعبات الشكل اللي انت بتحبيه قطعيه. انا هقطعه النهارده كده لشرايح كده، لشرايح مدوره هتبقى في منتهى الجمال. عندك انت بقى تفاحيه كده برضو وعايزه تضيفيها كده على الوش هتبقى خطيره برضو. اي فاكهه انت بتحبيها وعايزه تضيفيها على الوش ضيفيها بتبقى جميله قوي. وطبعا طلعت كده منجايه بقى من اللي انا مفرزاهم كده في الفريزر وخليتها كده وضربتها بالهاند بلندر بدون ميه خالص، يعني مش هتضيفي ميه خالص، او تضربيها في الكبه. اهم حاجه ما تضيفيش ميه عشان القوام بتاعها ما يبقاش سايل كده وتلاقيها
سايله كده على وش الرز باللبن. مش عايزه تفرميها في الكبه وعايزه تقطعيها مكعبات، تقدري ان انت تقطعيها مكعبات برده براحتك خالص. قطعت انا بقى كده الموز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان قطعت الفراوله، موسم بقى الفراوله وجمال الفراوله، وهنعمل بقى تورته فراوله كده. بس اصبروا عليا كده، هنعمل تورته فراوله في منتهى الجمال. من اكتر التورت اللي بتبقى خفيفه كده وطعمه وفي منتهى الجمال هي تورته الفراوله. بتبقى خفيفه كده ومهما تاكلي فيها ما بتشبعيش ولا نفسك كده بتتجزع منها، لانها بتبقى خفيفه خالص كده وجميله. طبعا ما بعرفش اعدي موسم الفراوله كده من غير ما اعمل شويه مربى فراوله كده، حاجه كده اخر جمال. هنعمل الفيديوهات دي كلها مع بعض باذن الرحمن. شايفين بقى قوام الرز باللبن كده بعد ما طلع من التلاجة؟ ما شاء الله كريمي كده وجميل وطعمه في منتهى الجمال. دي كده بقى المانجا، اللهم بارك كده زي ما انتوا شايفين. القوام بتاعها بيوري كده وناعم وتقيل. هنبدا بقى ان احنا نزين الرز بلبن بتاعنا. طبعا الرز بلبن دلعوه اليومين دول وحطوا فوق اشطوطه وحطوا فوقه فواكه وعملوا له حاجات كتير وبيستاشيو بقى وكلام كده عالي، حاجه كده اخر جمال. احنا عملناه النهارده بالفواكه كده ودلعناه ودلعنا اولادنا كده وعملنا لهم اكل المحلات عشان ما يطلبوهوش مننا من بره تاني، على طول كده يطلبوه منك من البيت من كتر جماله وحلاوته. جبنا بقى اطباق الرز باللبن كده وبدانا ان احنا نضيف المانجا. انا هعمل النهارده بالمانجا كده ساده، وهعمل مانجا وهحط معاها فواكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحط بقى الكميه اللي انت عايزاها، تحط بقى اي حاجه انت عايزاها، اي فاكهه كده بتحبيها تقدري ان انت تضيفيها، والفاكهه اللي اولادك بيحبوها تضيفيها براحتك خالص. حطينا كده شويه من الموز وشويه من الفراوله وبدانا ان احنا نحط عليهم صوص المانجا كده. وبرده تقدري ان انت تفرمي الفراوله ديت بدون ميه برده وتحطيها برده كده على الوش، بتبقى جميله قوي. اهم حاجه تعملي الحاجه كده بكل حب، هتلاقي كل حاجه طلعت معاكي في منتهى الجمال. كسليش كده وتقولي ما بعرفش هشتريه من بره احسن. لا، اكل البيت مفيش احسن منه ولا فيه اجمل منه ولا فيه اوفر منه، دايما كده بيبقى موفر ولذيذ وطعم. بدأنا كده ان احنا كمان نحط شويه كده من الصوص بتاع المانجا كده زي ما انتوا شايفين، واتبقى معانا كده شويه من صوص المانجا وشويه من الفواكه نرميها. لا طبعا عملنا منها شويه كوكتيل من بتاع المحلات، حاجه كده في منتهى الجمال والحلاوه كده، من اللي ما بيختلفش عليها اتنين، يعني الكل كده هيتخانق عليها من كتر جمالها. طبعا تقدري برضو تسيبي منها اطباق كده من غير تزيين للي حابب ياكل من غير اي تزيين كده على الوش. جبنا هنا بقى المانجا اللي اتبقت، اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده، وضفنا عليها كل الفواكه اللي كانت معانا، وضفنا بقى كمان اناناس، وضفنا جوافه كده وبرتقانايه، وبدانا ان احنا نقطعهم كده شرايح صغيره زي ما انتوا شايفين. وكمان هنجيب شويه فراوله وهتضيفي بقى شويه ميه عليهم كده ومعلقتين من السكر. نضيف حاجه كده بتخلي الطعم بتاعها جميل، وهي ربع معلقه صغيره من الفانيليا. بجد الفانيليا بتخلي طعم الكوكتيل طعمه تحفه. جربي كده حطي فانيليا على الكوكتيل، بجد بيفرق في طعم الكوكتيل قوي، بتحس ان هو طعمه زي بتاع المحلات. ضفنا كده الفواكه اللي احنا قطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا القوام تقيل معانا كده وقوام المانجا تقيل، فهنضيف نص كوبايه من الميه. وطالما ضفنا ميه لازم نضيف سكر، لان هتلاقي الطعم خف شويه، فهتضيفي بقى معلقتين كده من السكر، وهتضيفي بقى الفانيليا. عايزه تحطي فانيليا سايله براحتك، فانيليا بودر براحتك خالص. هنقلب الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه. تبداي ان انت تفضيه كده في الكوبايات المخصصه بتاعه الكوكتيل وتحطيه في التلاجة يسقع شويه، وهيبقى معاكي كوكتيل في منتهى الجمال. ضفنا هنا السكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان هنضيف بقى سنه صغيره خالص كده على المعلقه زي ما انتوا شايفين كده من الفانيليا. اديناهم تقليبه وادينا لهم كده تقليبه كلهم مع بعض لحد ما السكر والفانيليا يدوبوا كده. نبدا ان احنا نفضيهم كده في الكاسات بتاعتهم. اللهم بارك، شايفين بقى حاجه كده اخر جمال ما شاء الله، الحاجه كده شكلها تفتح النفس. دايما في مثل بيتقال كده ان العين بتاكل قبل الفم، فخلي الحاجه كده شكلها جميل ومنظم كده على طول، عشان زي ما الطعم يكون حلو الشكل كمان يكون حلو ويفتح نفس اولادك كده على الاكل. اللهم بارك، الرز باللبن بقى جاهز معانا كده، ورصينا عليه الفواكه، وكمان عملنا الكوكتيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجه كده اللهم بارك اخر جمال، حاجه كده شكلها يفتح النفس، موفره ولذيذه، واكل بيتي كده صحي اخر جمال. طبعا لو وصلت معايا في الفيديو لهنا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك وتشتركي في القناه لو انت على اليوتيوب، ولو انت على الفيس ما تنسيش تعملي متابعه. طبعا لو عجبك الفيديو كده ما تنسيش تعملي شير لاصحابك وحبايبك عشان يوصل لهم الفيديو ويستفادوا. ما شاء الله، تعالوا بقى نشوف القوام بتاعه. قوام كريمي كده، والرز باللبن دايب كده من تحت وكريمي، والمانجا كده من فوق بقى، والفواكه حاجه كده اخر لذاذه. وكده خلاص الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. استنوني في فيديوهات تانية جديده. استودعكم الله، والسلام عليكم.